السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح الفل على أحلى وأجمل مشتركين ومشاهدين القناة من سلكتنا المتواضعة منارة الجوايل. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا، وإزاي تحسن حمامك. عندنا كذا حاجة مطلوبة مننا إن احنا نحافظ بيها على إن الحمامة تبقى كويسة. أول حاجة تكوين الحمامة أو تقليبها كان صافي. تاني حاجة العطوان. النهاردة موضوعنا هنتكلم ازاي اضيع عيوب فرد حمام بطيرة او العكس، وازاي اطلع من الدبورة الصفراء. يلا بينا نتكلم، والكلام ان شاء الله يكون عند حسن ظنكم واول مرة تسمعوا. اتفضلوا معانا. طبعا احنا كلنا عارفين تكوين الصافي واشكال الصافي كويس جدا. يعني الصافي دماغ مدورة، عظم مش خارج، ده كلمة صافي. بيطلع منه حاجات تانية مش هتخرجه من باب الصافي. الرقبة زي ما حضراتكم شايفين كده، بص فيها تقويسة عامل زي الأفعى. العظم على ضراديره مفهوش عظم، مفيش بطحة، رجلين قصيرة، فرد مورق، في عيضة. كل الحاجات دي عارفينها كويس وفاهمينها. وفي منه شكلين. في صافي عظمه بيبقى جاي مع الدوران بتاع دماغه، العظم بتاعه جاي مع دوران الدماغ. وفي صافي عظمه عريض والفوق وضفر عريض. ما ينفعش يجي العظم جاخد شكل الدوران ويبقى عريض. فالصافي ليه شكلين، غير ان هو تكوين. الصافي ليه شكلين: عظم عالي وضفر عريض، وعظم واخد دوران مع الدماغ ما يبقاش الضفر بتاعه عريض. شفنا الحاجات دي وتعلمناها من اللي اكبر مننا وشفناها عملي. في حمام ممكن نستعينه صور ونفرجكم عليها وتعرفوا الفرق كويس ما بين ابو عظم عالي. برضك العظمه ما بيبقاش خارج، عشان ما حدش يقول عظمه عالي يبقى معنى كده ان هو خارج عن دوران الدماغ. لا، عظمه عالي واخد جاي مع دوران الدماغ، ما فيهوش خروج. ده الصافي. النهارده عندي فرد فيه بطحه، في دماغ كبيره، في دبوره مش صح. نشتغل على الحاجتين. احنا قلنا ما ندخلش الدبوره الصفراء على الخضراء، ده كلام سليم. بس لما تبقى عارف اصل الحمامه واللي انت شاريها منه، وتكون الحمامه دي بت صيني بالطوق بتاع اكبر غواف في مصر، ودخل الله يرحمه حمام الحاج ماهر حسين صيني بالطوق. الطيره دي ابوها صيني بالطوق، ويمكن شفناه في فيديو الحاج ابراهيم حبش موجود عندكم. دخلت على تيرة صفرة، جابت الصفار الخفيف ده. مش معنى كده ان انا ادخل عليها ابيض او صافي ابيض ان انا مش هقدر او اخرج من الدبوره الصفراء. لا، هخرج من الدبوره الصفراء وخرجت منها كتير قبل كده. المهم تبقى عارف ايه اللي جوه الحمامه، اهليها ايه، اساسها ايه، عشان تشتغل على الاساس ويوفر عليك وقت، غير ما يبقى اولاد صفر صريح. لو كنت لقيت طيره صفيه بيضه سلكات او صينيه وبرقبه خضراء كنت جبتها. بس دلوقتي حاجه كويسه ان احنا برضه نشوفه، هنضيعوا العيوب اللي في الذكر بالطيره وهنضيع الصفار ده ولا لا. ده اللي هنشوفوه ان شاء الله عملي مع الطبيعه فرخنا. جبنا طيرتين، الطيرتين يعتبروا من دم واحد، ابوهم صيني وامهم صفرة. هنفرخها. انا محتاج منها حاجات. الدماغ الميتة دي عايزها عشان اضيعها في الذكر اللي عندي. حمام النش ما يعبهوش لو في نمرة او نمرتين ناقصين. كتر خير اي واحد بينش فرد حمام حلو في الزمن ده، مش هيعيبوه
ونقدروا نطلعوا منهم ونصلحوه. والحمد لله الزغاليل بتاعت السنة دي دماغ أحلى، عظم عرض بقى فيه تقل عظم، بقى فيه شكل وتكوين أحسن من الأولانيين. المهم إن أنت كل سنة تلاقي نفسك للأحسن، ما بتقفش ولا بترجع لورا. فإحنا بنخوض التجربة دي مع حضراتكم، إن إحنا نحافظ على التكوين والعطارة والطوب. عشان توصل للتلاتة دول صعب جدا. سهل أوي أجيب لها ذكر سلكة وأفرخ حمام بسلكات وأجيب من الآخر، والحمام النش أصعب الحلو من حمام السلكات. أجيب لها ذكر ب5 ب10 بجنيه سهل، هتروح تشتري من على أي سعر. لكن عشان تشتري عطارة وتعمل الخلطة اللي احنا بنعملها دي تبقى مجهود جبار من حضرتك، ويا ريت نتفرج. عايزين نشوفه كده ويبقى فيه منافسة حلوة شريفة، ان تفرجونا ازاي تعمل تحسن في الحمام مش تبوظ الحمام. الدبورة الصفراء والخضراء هنتكلموا فيها بالتفصيل، هنفصلوها عن بعضيها، بس انا دلوقتي مضطر ان انا اشتغل بالطواير دي مع زندر او الصوافة البيض اللي عندي، عشان خاطر انا عارف جوه الحمامة دي ايه واهليها ايه. لكن مش هنروح نجيب حمامة صفراء صراحة وادخلها على الدبورة البيضاء، عايز لي 2 3 اقل حاجة. دي ممكن من اول فرخ هتجيب لي زغاليل ما فيهاش دوابير صفرا، عشان عندي الجين الابيض يعتبر مركز ومحافظ عليه بقالي سنين، فبيضغي على اي جين تاني. دخلها 50% دبورة خضراء صيني، الصفرا عالم بردك عشان كله بيفرخ اي حاجة واي اتواب. يعني نسبة الصفرة فيها ممكن ما تبقاش تتعدى 30%. هنشتغل ونديها الزندر وربنا يكرمنا وهنشوفه على الطبيعة. فازاي تحسن مستوى حمامك دي شيء مهم جدا، وانك تشتغل على نفسك حتى هتبقى مبسوط اللي انت بتعمل حاجة، مش تبدأ من حيث انتهى الآخرين وعايز تروح تشتري أعلى حاجة ويلا. مش على فكرة صوافة مش مطبعة. يمكن الحاج إبراهيم حبشي قال، الأستاذ ماهر حزان الله يرحمه، أستاذ سمير سلامة، الناس دي قمة وعمالقة في الصافي. مش هيطبع لك كله صافي عشان بس ما نضحكوش على بعض. هيجي فرد مرة زغلول عظمه خارج، عظمه أقل، في عيب، بس في عيوب ما اقدرش اتغاضى عنها. الصندوق السائط ده عشان تطلعه عايز لك عمر. الرجلين العالية الطويلة نفس القصة. أمر وش خارج شوية، أمر فيه بطحة بسيطة، ده بالتجربة والخبرة عرفنا نطلعه. فنشتغل على فرد الحمام ونكمل نواقصه، وبنشتغل على 3 محاور زي ما احنا قلنا. فرد يبقى عترة هنجرب ويخش ونكرروها مرة و2 و3 لحد ما نخلوا الحمامة دي جيناتها جوه الحمام. يوم لما نفرخه العرق بيمد ل7 جد، يبدأ يجيب لنا حمام كويس وجامد. محتاجة وقت وعلم. مهم نكونوا مقتنعين جدا بان في حاجة اسمها علم الوراثة، وعلم الوراثة ده بيورث الحمام للزغاليل او الاباء للابناء. نكونوا عارفين الكلام ده وعارفين تقليب الحمامة كويس جدا، عشان لما نيجي نشتغل بشتغل على اساس قدامي كتالوج مواصفات قياسية. من غير ما انت تعرف المواصفات القياسية بتاعت الصافي بتاعت اي نوع من انواع الحمام ان كان قبل او غيره، يبقى انت ما عندكش حاجة تشتغل عليها، ما عندكش خطة تشتغل عليها او نموذج تشتغل عليه، ما ينفعش.
فإن شاء الله هنشتغل ونحسن الحمامة مع الاحتفاظ بالقطرة، ونطلع من الدبورة الصفرا دي وسهلة زي ما طلعت منها قبل كده. والله أقسم بالله العظيم الصوافة البيت دي كانوا داخلهم طوار زي كده من سنين. بعون الله وبفضل الله بالشغل وبالفرخ قدرت نطلع الدبورة الصفرا، وفي ناس تشهد عليها. فما فيش حاجة صعبة، حبك للغاية الحمام وعلمك وخبرتك والممارسة أهم شيء، مش كلام وخلاص. انت دخلت المعمل ده، المعمل ده المصنع، دخلت وفرخت كتير، هتعرف أسرار الفرخ الحمام. بدنا نقول لكم الأسرار، ممكن محدش يقول لك لا دي أسرار ما نتكلمش فيها عشان ما نعرفش. كل الكلام ده حرام، دي صدقة جارية، علم ينتفع به. ويا رب يجعلنا وإياكم من اللي بيقدموا حاجة للناس وعلم ينتفع به. شكرا ليكم، شكرا لحسن استماعكم، وانتظرونا في فيديوهات أتواب الحمام الغزار اللي على بياض، اللي هو من صافي لحد العادة. إن شاء الله الفيديوهات القادمة حاجات جميلة، نماذج نستعيروا صور للحمام. لو الحاجة دي مش إن شاء الله تبقى موسوعة كويسة جدا في علم الأتواب الحمام من الألف للياء. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.